مش ملاحظين إن إحنا بقالنا فترة في أقنعة كتيرة عمّالة تُقع قناع ورا التاني؟ تلاقي قضايا فساد كبيرة ظهرت مرّة واحدة، مع إن بقى لها مثلًا سنين، أو ملفات مقفولة بقى لها سنين وتتفتح وتتكشف فجأة. تلاقي أشخاص كانت مسنودة طاقتهم تتقلب عليهم وتلاقيهم بيتحاسبوا قدّام الجميع. هنا لو أنت فاكر إن الموضوع ده بيحصل صُدفة فأنت غلطان. الموضوع ده وراه سِر كبير أوي. السر ده هو طاقة الأرض الجديدة، البُعد الجديد للأرض. الأرض دلوقتي بتمُر بطاقة جديدة تمامًا عن الطاقة اللي كانت موجودة في السابق. فالطاقة الجديدة دي بتظهر كل الحقايق المخفية. في الطاقة القديمة كان في حقايق وأشياء كتير أوي مخفية جوّه الطاقة دي. لمّا جات الطاقة بتاعة الأرض الجديدة، فخلّت الطاقات القديمة كلّها تظهر على السطح وتنكشف. عشان كده بيحصل انكشافات كل فترة، وانكشافات صادمة للجميع بسبب البُعد الجديد أو طاقة الأرض الجديدة. ده مش بس كده، ده أنت قيس على كده نَفْسك كمان. هتلاقي نَفْسك لو رجعت نَفْسك في الفترة اللي هي السابقة، ابتديت تلاحظ انكشافات لأشخاص حوالين منّك، لحقايق حوالين منّك، حاجات دلوقتي بتشوفها بصورة مختلفة تمامًا عما كنت أنت شايفها قبل كده، أو فاكر إن هي دي حقيقتها. ده كله بسبب وجود طاقة الأرض الجديدة، البُعد الجديد. طاقة البُعد الجديد هي عاملة بالضبط زي الكشاف اللي بيدخل في الضلمة فينوّرها، فتشوف كل حاجة كانت موجودة جوّه الضلمة وما كنتش شايفها، تشوف كل الحقايق اللي كانت مستخبية. الطاقة دي هي طاقة ترددها عالي ومرتفع. عشان كده الطاقات القديمة بتنهار قدامها، فتبتدي إن هي تطلّع أي زيف، أي كدب، أي خداع، أي شيء مبني على باطل، كده هينهار وهيظهر أمام الجميع. لا محالة إن شيء يفضل مستخبي لسنوات طويلة ولفترات طويلة. عشان كده علوم الطاقة اللي موجودة في البُعد الجديد للأرض الجديدة هي علوم مختلفة تمامًا، وطريقة التعامل بتاعها مختلف تمامًا عن الفترة السابقة اللي كنا عايشينها، لإن إحنا دلوقتي موجودين في طاقة مختلفة تمامًا. وهتبتدي تظهر حقايق وأشياء كتيرة تكشف لك حاجات أنت سمعتها وكنت ماشي وبتعملها، وتكتشف إن أنت كنت أصلًا على المسار الغلط. وهتفهم بالضبط الحقيقة إيه، وإزاي تطبّق الحقيقة دي في حياتك فتتحرر وتعيش بحقيقتك فعلًا. وفي النهاية أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدًا، جدًا. وانتوا داخلين بوابة الأرض الجديدة بالطاقة الجديدة، انسوا كل اللي فات وما تصدقوش أي حاجة عينيكم تشوفها في الفترة دي. احنا مش بننتقل من مكان لمكان، احنا رايحين لعهد جديد تماما مختلف. الطاقة بتاعته هي طاقة مختلفة تماما بقوانين مختلفة عن كل اللي احنا اتعلمناه. عشان كده ما تثقش في أي حاجة تسمعها من أي شخص. اقعد واتفرج وخلي وعيك حاضر، وانبهر وشوف ازاي في ثوابت كتيرة قوي الفترة الجاية هتتفكك جوه منك. الطاقة الجديدة هي طاقة المعجزات وطاقة التحولات السريعة. هتشوف بنفسك حاجات كتيرة كنت متعود عليها وشايفها ثوابت وحقيقة، وهيظهر لك حقيقتها وهتكتشف سرها وتشوف الحقيقة بتاعتها لما الطاقة الجديدة تحط الكشاف بتاعها عليها وتظهرها لك. ما تصدقش أي حاجة تشوفها الفترة دي، وركز على نفسك وإن أنت ترفع تردداتك فقط.